أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نساوي القشطة بطريقة ترضي الكل وتكون لجميع الحلويات يلي بدها قشطة، وتابعوني للنهاية وإن شاء الله رح تعجبكم هاي الطريقة. عندي 2.5 لتر حليب كامل الدسم مع كوب من الحليب البودرة يلي حيعطيها دسم أكتر، بالإضافة ل 3 معالق كبار سميد و3 كبار نشا و3 كبار خل، وإذا تواجد حمض الليمون نص معلقة أقوى وأسرع. رح أضيف 2 لتر حليب على نار لحتى اتركهم على الغاز لحتى يغلوا معي بهذا الشكل، يعني قبل ما يغلوا بشوي. رح أضيف الخل فورا رح يفرط معنا. نحن مشان هيك منضيف الخل ومنغطيهم ومنتركهم لحتى تبرد منيح، بعدين بنطلعهم بالمصفاية بيتصفوا منيح من المواد السائلة اللي بقيانة فيها، وبعدين نخلطهم مع القشطة اللي حنساويها على جنب. هلأ بطنجرة تانية راح نضيف 0.5 لتر حليب، بالإضافة راح نضيف الحليب البودرة كله على البارد هلأ والنشا. راح نخفقهم منيح بالمشبك اليدوي مشان كل البودرة تذوب منيح. وهلأ بتركهم لحتى يدفوا شوي، بننزل معاهم السميد بالاستمرار بالتحريك. هلأ رح نزل السميد لحتى يذوب معنا السميد. بننزل السكر، أنا نزلت معلقتين كبار. بنكمل منيح بالخفق لحتى يمسك معنا مثل ما بدنا. بس يبلش يمسك معك ضعفي الغاز وخليه يمسك، يعني انه عشان تروح ريحة طعمة النشا تطلع منه. خليها شوي يعني على الغاز على نار هادية حتى لو مسكت معك. وهيك صارت طريقتي جاهزة بعد ما أنا بردت معي القشطة اللي عملتها تاني شي، والقشطة اللي عملتها أول شي كمان بردت وتصفت منيح. هلا رح أخلطهم مع بعض وأعجنهم منيح مع بعض. وانتي طبعا فيك تفرزي نصهم وتشتغلي بنص، أو تفرزيهم كلهم، هذا الشي بيرجع لك. وإن شاء الله طريقتي تكون عجبتكم، وإن شاء الله صحة وهنا يا رب.